ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم بقى كفتة الفراخ. يلا نشوف بسرعة المقادير بتاعتنا ايه. انا كده معايا نص كيلو من صدور الفراخ، ومعايا برضك وراك مخلية، ومعايا هنا فلفل رومي وفلفل اخضر، فلفل رومي اخضر واحمر وبصلاية واربع خمس فصوص توم. هنجيب الكبة بقى معايا دلوقتي ونبدأ نفرم الخضار الاول. تمام. وهجيب ادي اهي الخضار اتفرم وزي الفل، بس هجيب الخضار دون وهتفضيه علشان نطلع منه الميه بتاعته. الميه دي هنستخدمها في حاجه تانية. لازم الكفته يا جماعه تبقى الحاجه اللي فيها ما فيهاش ميه سوائل كتير علشان ما تفكش معانا واحنا بنعملها كفته الفراخ بالاخص. تمام. هصفيها كويس جدا من الميه بتاعتها. وهبدا اعمل الفراخ على قد ما نقدر بقى. الفراخ تكون ما فيهاش ميه برضو او سوائل. تمام. ادي الوراك بنعملها ليه؟ علشان بتمسك معايا الفراخ ما تفكش مننا. وهديلها رشة من الملح، معلقتين من النشا، ورشة من الفلفل الأسود. وعلشان نختصر البهارات الكتير فأنا بحب أجيب كيس خلطة الكفتة، تمام، بتاع ماجي أو كنور على حسب بقى احنا عاوزين. تمام، هيديلها طعم حلو جدا. وبعدين نشوف بقى إذا كنا محتاجين بهارات تاني ولا لأ. نضرب بقى كل المكونات دي. وهحط بقى عليها الخضار. انا اديت لها كده ايه، وش، ضربة خفيفة كده. شايفين ادي الخضار اهو بتاعي. تمام، صفيته من المية. المية دي انا هاخدها وهستخدمها في حاجة تانية. تمام، خليها معانا كده وما ننساهاش. تمام. نجيب بقى هنا نمسك الخضار ده. بسم الله. نفتح بقى دلوقتي. شايفين بقى الجمال والحلاوة دي؟ كده هي واخدة وشين زي الفل. تمام. نسيبها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة تشمع. تمام. وبعدين نرجع بقى نحطها في الستيكس كده ونعملها بقى سواء في الجريل أو في الفرن أو أيا كان. تمام، هتلاقي طعمها تحفة تحفة تحفة. خلاص بقى كده هي اتشمعت اهي. وادي المية اللي قلنا محتاجينها. نحط عليها بس معلقة زيت، وهدهن الصينية برضو نقطة زيت كده. كده اهو. وهجيب بقى العصاية بتاعت الشيش طاووق بتاعي. هبل ايدي كده وابدأ اخد الكفتة بتاعتي. تمام. كده على السيخ.
وهدخلها بقى الفرن على درجة 180. تمام. ندهنها بقى من المية دي كده عشان تدي لون ذهبي وحلو وطراوة في نفس الوقت. وجربوها بقى هتعجبكم جدا، تحفة. عايز اقول لكم طعمها فظيع. تمام، جربوها هتعجبكم قوي. يلا بقى عشان نحطها على العيش الشامي اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، وتعالوا بسرعة بقى عشان اوريلكم. وده بقى الشكل النهائي معانا، كفتة الفراخ، شوية بطاطس كده على سلطة طحينة على عيش، كل حاجة معمولة في البيت، وجبة سريعة وخفيفة ولذيذة والولاد بيحبوها. كل حاجة معمولة في البيت، العيش معمول في البيت، الطحينة معمولة في البيت. تمام. وادي كفتة الفراخ عملناها النهاردة. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وهسيب لكم طبعا الفيديوهات او بتاعة العيش والطحينة والحاجات دي كلها في صندوق الوصف علشان تقولوا لي رأيكم، ومستني رأيكم في التعليقات. عايزين بقى حماس كده وتشجيع، وجبة اقتصادية وسريعة ولذيذة. نص كيلو البانيه هيرمي معانا تقريبا كيلو. تمام، علشان نحارب الغلا برضو، ونحارب يعني الجشع اللي احنا بنواجهه دون، وفي نفس الوقت برضو الولاد ياكلوا وينبسطوا وما نحرمهمش من حاجة. اتمنى بقى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، و مستني رأيكم بقى، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ومع الف سلامة.